بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل لكم وصفه رائعه جدا لبلح الشام. من بعد الفيديو ده هتكوني استاذه ان شاء الله. يعني بلح الشام هيطلع معاكي مقرمش وكريسبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد اخر قطعه. واتمنى تدعموني بلايك وكومنت، واهم حاجه يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اولا كده يلا نجهز شربات الحلويات بتاعتنا. هنضيف معانا كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، عصير نص ليمونه. بعد كده هنضيف معانا باكت كامل من الفانيليا، وناخد بقى المكونات دي وهضيفها على النار، على نار تكون متوسطه لحد ما تبتدي تتقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبه جانبا لحد لما يبرد. ونجهز مكوناتنا. هنجيب الطاسه بتاعتنا وابتدي ان انا اضيف فيها كوبايه كامله من الميه. المج اللي احنا هنستخدمه هو اللي هنستخدمه في كل المكونات، تمام كده. وبعد كده هنضيف معانا ربع كوبايه من الزيت. الزيت طبعا يكون زيت نضيف كده، ما يكونش ليه اي روايح كريهه، تمام. وبعد كده هنضيف معانا معلقه من السكر ورشه بسيطه كده من الملح. هقلب المكونات دي مع بعضها بالشكل ده، وبعد كده هاخدها على نار تكون متوسطه. هسيبه بقى لحد لما يبتدي يعمل فقاعات زي ما انتم ما شايفين كده. ما اسيبهاش اكتر من كده عشان ما يبقاش خطر علينا، طبعا ده زيت وميه. بعد كده هضيف معانا كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هضيف معايا ربع كوبايه من النشا. والنشا ده هي التركايه المهمه جدا اللي بيخليها تطلع معاكي مقرمشه لوقت طويل، بتطلع ما شاء الله في منتهى الجمال. اتبعي الخطوات دي تطلع معاكي جميله جدا ان شاء الله. هبتدي اقلب المكونات كده بالسباتولا بتاعتنا او بمعلقه او اي حاجه انت تحبيها. اهم حاجه ان انا ابتدي ان انا اقلبها وهي تكون سخنه كده على النار. كده خلاص انا اكتفيت بالتقليب ده. هبتدي بقى ان انا بايديا كده حاجه بسيطه اكون مهديه النار خالص معايا، وبعد كده اخدها على رخامه المطبخ وهبتدي ان انا بقى اقلبها بالشكل ده على قد ما ايديا ما تستحمل السخونه بتاعتها. او لو انت مش قادره بايديكي ممكن بالمضرب الكهربائي ممكن تبرديها بيه، ممكن بالاسباتولا عادي برضو ان انت تقلبي فيها. بس انا بحب اوي ان انا اعملها بايديا كده، بتطلع النتيجه هايله بصراحه. انتوا تلاحظوا ان انا مش بلمس ايديا فيها قوي عشان طبعا هي سخنه معايا، فبعملها كده على طول سريع سريع بصوابع ايديا، مجرد ان انا بقلبها بس. هسيبها بقى تبرد كده وتهدى شويه بعد التقليب اللي هو المستمر ده. اخليها تهدى معايا شويه. انا خلاص انا تلاحظوا كده ان هي طريه معايا وناعمه بالشكل ده، خلاص شربت السوائل كلها. فردتها وسبتها تبرد. بعد كده هبتدي اضيف البيض. انا ضفت اول حبايه، طبعا البيض ده بدرجه حراره المطبخ. هبتدي اقلبها بالشكل ده، ادخل البيضه كلها كامله، ما ادخلش البيض كله مره واحده، واحده واحده، بيضه بيضه. خلاص ادخل البيضه معاها بالشكل ده وابتدي في التقليب المستمر. تمام، اتاكدت كده ان انا اول بيضه تدخلت معاها، هبتدي ان انا انزل البيضه التانية واتنين باكت من الفانيليا، واقلب بقى كله مع بعضه بالشكل ده. طبعا العجينه عندي ابتدت ان هي تطرى معايا زي ما انتم ما شايفين، بتطلع النتيجه في منتهى الجمال. وكده الخليط عندي بقى جاهز. دلوقتي استخدامي هيكون للبلبله دي. انا بحب استخدم بلبله تكون صغيره شويه في بلح الشام بالذات. لو تحبي ان انت تعملي الحجم اللي هو بيكون عريض شويه، ده حاجه ترجع لك انت. كده او كده بتطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. هجيب كوبايه وهسند عليها، وهبدا ان انا اخد المكونات بتاعتي وهضيفها فيها بالشكل ده. نجهز الزيت في الطاسه بتاعتنا، واهم حاجه الزيت بتاعنا يكون ده اول استخدام، يكون زيت ملوش اي روائح كريهه، يكون زيت نظيف تماما. هبتدي الزيت هو بارد كده في الطاسة، وهبتدي انزل بلح الشام بالشكل ده بالطول اللي احنا عايزينه. واهم حاجة كل مرة والتانية هنزل فيها واحدة، ابتدي ان انا اغطس المقص بتاعنا في الزيت عشان يفصل معانا كل واحدة والتانية وتطلع مظبوطة زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده. بعد ما خلصنا خلاص الكمية كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هبتدي ان انا اضيفها على النار. النار عندي تكون متوسطة، يعني ما نهديش النار خالص ولا نعليها عليها قوي، تكون النار متوسطة، ما نستعجلش عليها. هيبتدي الزيت ان هو يبتدي يسخن معايا، هيغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويبتدي بلح الشام يبتدي ياخد معايا اللون الذهبي زي ما انتم ما شايفين. هقلبه كل وقت والتاني، طبعا ما اجيش جنبه الا غير لما يبتدي ياخد الدرجه دي شويه. هقلبه كده كل وقت والتاني لحد ما يبتدي ياخد الدرجه الذهبي اللي هي بتبقى فاتحه بالشكل ده، واصفيه من الزيت. وهبدا اخده معايا على طبق تاني او على مصفى تانية يتصفى من الزيت بتاعه، وهو سخن كده سريعا هنزل بيه على شربات الحلويات اللي احنا سيبناه يهدى معانا.
هقلبه بقى كده من فوق لتحت. طبعا الشربات تقيل جدا، وعايزه اقول لكم اهم حاجه الشربات في الوصفه دي عشان تنجح معاكي. ما ينفعش ان انا اعمل شربات الحلويات بتاعي يبقى خفيف وعايزه ان كل قطعه تقرمش معايا او تبقى كريسبي، مش هينفع خالص. اكيد طبعا هتطرى معاكي من اول مره. بصوا خلاص كده خدت الشربات بتاعها تماما. هبتدي انزلها في المصفى بتاعتنا بالشكل ده. كده انا خلصت الكميه الاولى، وما شاء الله ببتدي ان انا اعمل الكميه التانية زي ما انتم ما شايفين كده. نزلتها في الشربات بتاعنا، وهبتدي ان انا اصفيها برضو على المصفى. بصوا بقى، لو احنا عايزين نعمل كميه تانية من بلح الشام كده، وطبعا احنا لازم الزيت بتاعنا يكون بارد. انا الوقت اللي انا خلصت فيه الكميه الاولانيه وابتديت ان انا احطها على الشربات بتاعنا، كنت انا خلاص الزيت بتاعي ابتدى يهدى، كنت انا طفيت عليه تماما. اول ما يبتدي يهدى معايا هبتدي ان انا اضيف الكميه التانية. بصوا بقى طالعه كريسبي وجميله قوي ازاي. ما شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وانصحكم تعملوها بالحجم ده، بتطلع في منتهى الجمال.